والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الأخيار المنتجبين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام على رسول الله، السلام على أمير المؤمنين، السلام على سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على محمد بن علي، السلام على جعفر بن محمد، السلام على موسى بن جعفر، السلام على الأئمة الأطهار من ولد موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا عديد القرآن، السلام عليك من جابس، السلام عليك من تونس، السلام عليك من أرض الأحرار، السلام عليك يا صاحب الزمان، نحن أبناؤك ونحن أنصارك ونحن أهلك ونحن جنودك. السلام عليك من تونس الثورة، تونس التي اختارها الغيب أن تكون الأرض التي تغير الزمان. شهداء تونس، تحية إلى هؤلاء الشهداء الأبطال الذين بدمائهم نحن اليوم نحيي يوم الغدير. فشكرا لكم يا شهداء تونس وأنتم تسمعون وأنتم الأحياء المرزوقين. شكرا لكم من عليائكم أن رفعتم عن تونس وعن ليبيا وعن مصر وعن البحرين وسوريا واليمن وكل أرض العرب. فجرتم ثورة فجرها سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، لأن شهداء تونس سقطوا في محرم، وشهداء تونس سقطوا في سفر، وثورتنا انتصرت في عاشوراء. هذه الثورة المباركة أيها الإخوة أيتها الأخوات، نحن كأبناء علي وأبناء الحسين وأبناء الصحابة الكرام الأخيار الأبرار، أبناء أبي لبابة الأنصاري رضي الله عنه، أبناء هؤلاء المجاهدين، نحن في هذا المكان اليوم جئنا أولا لنحيي عيد الغدير كما تفضل الأخ مقداد وأشار إشارة لطيفة إلى أن الغدير هو إحياء للإمامة، ولا دين بدون إمامة، حيث أن الله عز وجل خلق الخليفة قبل الخليقة، وقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة، فسبق بخلق الخليفة قبل أن يخلق الخليفة. نحن خلق ونحن عباد، ونحن في حاجة إلى هادي وبشير ونذير. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله الله رحمة للعالمين. هذه الرحمة المهداة سميت الرحمة المهداة لأن لولا رسول الله لما نزل القرآن، ولولا القرآن ما عرفنا الله، ولولا الله ما عرفنا علي بن أبي طالب عليه السلام. أيتها عظيم لي
أن أتوجه إليكم من هذه القاعة من جابس إلى إخوتي وأهلي نساء ورجالا شبابا وشيبا في هذه اللحظة التاريخية التي يعيشها شعبنا من الحرية والديمقراطية. فقد انتصر شعبنا في رفع الظلم، وانتصر شعبنا يوم 23 أكتوبر عندما توجه واختار نوابا للمجلس التأسيسي الوطني. ونحن من هنا كأبناء أن نقولها، ونحن أتباع أهل البيت في تونس ولا نستحي أن نقولها. ونحن أتباع خط الإسلام المحمدي الأصيل، خط المقاومة في لبنان، خط المقاومة في العراق، خط المقاومة في فلسطين. إن خط المقاومة في تونس تأسس منذ 30 سنة، فنحن أبناء الإمام الخميني كما نحن اليوم أبناء الإمام السيد القائد الخامنئي حفظه الله. نحن أسسنا الحركة الإسلامية وكنا جزءا من الحركة الوطنية في تونس. نحن لسنا دخلاء على العمل السياسي ولسنا دخلاء على العمل الإسلامي، نحن جزء من حركة شعبنا في نضاله ضد بورقيبة ونضاله ضد حكم المستبد الظالم زين العابدين الهارب المخلوع. أيها الإخوة وأيها الأخوات، نحن من جابس نقول لكل من يسمعنا ومن سيسمعنا ومن يريد أن يسمعنا، نحن جزء من هذا الشعب، وهويتنا هي جزء من الهوية الشعبية التونسية. فمن يفتخر بحنا بعد، ومن يفتخر بعليسة، ومن يفتخر بعقبة بن نافع، فنحن نفتخر بأبو عبد الله الشيعي، ونفتخر بدولة الفاطميين، ونفتخر بدولة الموحدين. الشيعة هم جزء من هذا البلد، وشيعة محمد وآل محمد هم جزء من الهوية التونسية. لسنا وافدين، ولسنا كما يلقبنا الآخر بالمجوس، فنحن عرب أحرار. كلنا هنا ننتمي إلى العشائر والقبائل التي جاءت من الجزيرة العربية، جاءت لتجاهد في سبيل الله ولتقيم دين الله في تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا. أباؤنا وأباؤكم، أجدادنا وأجدادكم أسسوا حضارة الأندلس. نعم أيها الإخوة أيتها الأخوات، إنه لشرف لنا أن نحيي في جابس، وأن يختار الله جابس أن تنطلق منها هذه الشجرة الطيبة، شجرة إحياء حب محمد وآل محمد. إن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام هو إمام المسلمين وليس إمام الشيعة. الإمام الحسين هو إمام المسلمين وليس إمام الشيعة. نحن لا نؤمن بالعمل الطائفي، نحن لا نريد أن نكون طائفة في شعبنا، نحن جزء من شعبنا. الإمام علي اليوم هو إمام الذي يرقى إليه الطير، بمعنى أن عيد الغدير كان، والآية موجودة هنا، عندما نزل جبرائيل عليه السلام وأخبر رسول الله وأمره: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه. وعندما بلغ رسول الله ما يجب التبليغ به، عندما قال: اللهم هذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعادي من عاداه. وقبل كل الصحابة بذلك وبايعوا أمير المؤمنين علي عليه السلام، فنزل جبرائيل عليه السلام الملائكة عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم أيها المسلمون، وأتممت عليكم نعمتي،
ورضيت لكم بالإسلام دينا. نعم، إن الولاية هي امتداد للنبوة وليس عكسها. ثم حتى لا أطيل عليكم في هذا الحفل البهيج، حتى يعلم أكثر من يسمعنا وإن شاء الله نحن نريد من شعبنا أن يسمع أن في تونس، أن هذه تونس تأسست أول الدول الشيعية في تونس. نحن التزمنا بشيعة محمد وآل محمد قبل الفرس. الفرس لهم 4 قرون شيعة. نحن في تونس أسسنا الشيعة، كما أسسنا التسنن، كما أسسنا الفكر النير، كما أسسنا الإسلام المعتدل. إن تونس والهوية التونسية، هناك في تونس خصوصية يجب على الشعب التونسي أن يعلمها ويعرفها. نحن مسلمون، لسنا سنة ولسنا شيعة. نحن نلتزم بكتاب الله، ولكن في تاريخنا القديم، التاريخ التونسي، هناك تراكمات صنعت شخصية تونسية خاصة، هناك خصوصية في تونس. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه الثورة فرصة تاريخية لكي يتصالح الناس مع بعضهم، يتصالح الإسلامي مع العلماني، ويتصالح السني مع الشيعي، ويتصالح الرجل مع المرأة. إن كل من يريد أن يقسم شعبنا إلى علماني وإسلامي فهو عدو للشعب، وكل من يريد أن يعلمنا كيف نصلي فأجدادنا يصلون منذ 1400 سنة، وكل من يريد أن يعلمنا كيف نمارس ديمقراطيتنا فهو عدو لتونس. أيها الإخوة، أيها الأخوات، الكثير من الناس يحاول ربط العمل الشيعي والانتماء الشيعي بإيران ولبنان وما إلى ذلك. نحن هنا في أرضنا، نحن هنا في تاريخنا، نحن هنا في هويتنا، نحن جزء من هذه الأرض ومن أدينها، ولسنا تبع لدولة أو لحزب أو لجهة. ونحن نريد أن نخاطب أهلنا حتى يسمعوا منا ولا يسمعوا عنا. في الختام أريد أن أوجه لكم تحيات حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين. لقد شاركت في المؤتمر الدولي للصحوة الإسلامية مؤخرا، وطلب مني أن أوجه التحية لكل أهلنا في تونس، وأنتم من أهل تونس وأعزكم الله. النكابس هي بلاد الأحرار وبلاد العرب وبلاد الإسلام، فلكم التحية من أهلكم في الحركة الإسلامية في فلسطين، حركة المقاومة في لبنان، وشعب إيران المسلم. هذه الشعوب تنظر إلى تونس بكل احترام وبكل اعتزاز. ثم شيء ثاني، الشعوب في الغرب اليوم تنظر إلى تونس، تنظر إلى تجربة تونس، كيف ستفرز التجربة التونسية. شعب يحترم حريته وشعب يحترم هويته. فنحن كشيعة ونحن كأتباع خط الإسلام المحمد الأصيل نقول وبكل صراحة، نحن ندافع عن الخيار الديمقراطي، ونحن ندافع عن السلم الأهلي، ونحن ندافع عن الخيار الشعبي. ولكن يجب على كل المسؤولين القادمين إن شاء الله في الحكومة التي ستعلن أن يحترموا إرادة الشعب. نحن لا نريد لأعداء الشعب أن تكون لهم الوصاية على هذا الشعب. نحن نعبر من هنا موقفنا بصراحة. نحن ضد التدخل الأجنبي في تونس، نحن ضد أن تحكمنا موزة أو تفاحة أو انزاسة. نحن